حتى ناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا بكل بساطة وبقلب منكسر مسكته منا جرته منا حتى ناس بيقولوا شنو؟ بيقولوا بكل بساطة وبقلب منكسر جرته منها أمي لا تحزني. أما رفع الأصوات عادي جدا. بعضهم يأمر والده أو والدته، والبنات يأمرن الأمهات يا أخي كده. شوف الحلة دي ما تحل دي بتقول لأمها كده شوف الحلة دي ما تحل. أن تلد الأمة ربتها كما قال عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها. كثرة انتشار عقوق البنات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن هنالك صور عجيبة في البر، صور مدهشة ومحيرة. عثمان قالت عائشة رضي الله عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عرفوا بالبر ولكن أبرهم رجلان. قالت الأول عثمان بن عفان الذي قال منذ أن أسلمت ما نظرت إلى وجه أمي قط مما أسلم. عينه دي ما وقعت في عين أمي. اغفر لها واعف عنها ثم جد كرما وآويها جنة الفردوس رباه. وأما الثاني فحارثة بن النعمان ابن نفع الخزرجي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فوجده يقرأ القرآن في الجنة. ذلكم البر لأنه كان برا بأمه كان يطعمها في فمها ولا يستفهمها. لما تتكلم ما بقول لا كده عيد الكلام قلت شنو قاصد شنو الكلام ما واضح. إذا خرج سأل إخوانه قال له ماذا قالت أمي لأفعل لها؟ أنتم أمي كان بتقول في شنو؟ إذا كان في حضرة أمه فكأنه لا يفهم. أماه ماذا عسى شعري يعبر عن مكنون صدري وأدري أن بلواه ليست تهون سوى بالصبر محتسبا لكنها آهة المحزون أماه. محمد بن سيرين كان إذا جلس بين أمه يجلس عند رجلها. إذا دخل عليه الناس رأوه كالمريض يقولون محمد مريض يقال له اسكتوا هكذا يكون عند أمه. لما نقلب جنب بيبقى زي العيان مسكين مؤدب متذلل. يا أخي نحن أمة عندنا تراث قدر دايرين عيد. أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا. أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك الله. وحوله الجموع والدموع حجة وهو يقول لأصحابه إني جعل الله لا تعالى وجعل الكون كله علمنا أن ندعو فنقول اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء
ما عملوا.